السلام عليكم. في الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا لكم على واحد الموضوع مهم جدا، وبيان سور كيتعلق بالموضوع ديال فين كتحطوا فلوسكم، وهو كيفاش تنتخذ القرار ديال الشراء، وشنو هما الدوافع النفسيه اللي كتجعلني ندوز لاكسيون ونشري هذاك المنتوج ولا ديك الخدمه. واكثر من هذا الشيء هو علاش كنشري هاد لا مارك وما كنشريش هذيك لوطخ مارك. بزاف ديال النظريات الاقتصاديه والنفسيه حاولت تحلل هذا القرار ديال الشراء وشنو كيتحكم فيه. عندنا مثلا النظريه ديال لا راسيوناليتي، وكتقول هذه النظريه اننا داك المشتري ولا الزبون دائما كيحاول ما امكن يماكسيميزي هذاك لانتيغي ولا داك الربح اللي غادي يجيه مورا هذاك الشراء بالنسبه لواحد الثمن كيحطو. كاين واحد النظريه واحده اخرى ديال ليفي دو الو اللي ان الشركه كتلعب على واحد لو كريتير في هذاك لو برودوي باش كتبدل لك لا بيرسيبسيون ديالك ولا كيفاش انت كتشوف هذاك المنتوج ولا هذيك الماركه. وكاين مثلا اوسي الهرم ديال ماسلو ديال الاحتياجات، وهاد النظريات كامله كتستعملهم الشركات منذ زمن باش كيأثروا على هذاك المستهلك باش يختار داك المنتوج ديالهم وماشي منتوج واحد اخر. ما تخافوش، ما غاديش نطول عليكم بزاف في النظريات الاقتصاديه والهضرات الكتوبه. اليوم اختاريت واحد النظريه اللي كتبان لي زوينه وبزاف الناس ما ردينش ليها البال، واللي هي النظريه ديال الاحتياجات اللي كتجي من الهرم ديال ماسلو. اجي بعدا غتقول لي شكون هو هذا ماسلو هذا؟ ابراهام ماسلو، المهم هذه انا مشيت صورته ما هي اللي لقيت، هو عالم نفس امريكي اشتهر بواحد النظريه ديالو اللي سميتها هرم الاحتياجات البشريه، دارها في الاخر ديال القرن العشرين، وكان كيعتقد ان البشر كاملين يسعون ولا باغين يلبيو الحاجيات ديالهم على مراحل متتاليه، وهاد الحاجيات كيبداو من الحاجات الاساسيه بحال الماكله الشراب حتى توصل لهذاك المستوى ديال تحقيق الذات. اجي بعدا نشوفوا شنو زعما الهرميه ديال الاحتياجات البشريه. هو كيبان معقول داكشي اللي كيقول ماسلو فغيدير، تيقول لك ما يمكنش الانسان يشبع الحاجات ديالو مره واحده، ولكن كاينين واحد لي زيتاب. يعني ما يمكنش واحد السيد ولا واحد السيده يلاه كيدابز باش يوفر الحاجيات الاساسيه من ماكل ومشرب ومسكن. غادي يبغي يدوز لواحد لو نيفو لانه يشري مثلا دي فورماسيون في ديفلوبمون بيرسونيل ولا دي فورماسيون في شي حاجه اللي تكون بعيده على دوك المستويات الاولى ديال العيش. ولا مثلا وسي واحد السيده ما خداماش ولا ما عندهاش اصلا فين تسكن، وغادي تقول لها اجي تاخدي واحد لي صندال ولا واحد لو ساك دو لوكس باش تنتمي لواحد الطبقه معينه. والخلاصه بطريقه عقلانيه هو الانسان ما كيدوز واحد المستوى ثاني ديال الاحتياج حتى تيكون ديجا غطى وشبع هذاك الاحتياج الاول، ولكن ماشي دائما حقيقيه. حتى هذه النظريه كتقدر تستخدم بواحد الشكل كبير في علم التسويق باش كنستهدفوا واحد الاحتياج من غيره. والمشكل اللي كيطرا ان كاين بعض الناس اللي تالمون الماركتين كيلعب لهم على هذاك التيب ديال الاحتياج، يعني واخا تيكون هو مازال ما شبعش هذاك الاحتياج رقم واحد، كيمشي نقز وكيدوز الاحتياج رقم 2 ولا 3 ولا 4 كاريمون. وهنا كيقدر يوقع خلل في التراتبيه ولا في لي بريوريتي ديال الانسان. ودابا اجي نشوفوا بالتفصيل وبامثله عمليه كيفاش هذا الهرم ديال ماسلو كيتستعمل. ماسلو كيقسم الاحتياجات ديال الانسان لواحد 5 الفئات. نشوفوا الفئه الاولى. لا كاتيجوري ولا الفئه الاولى هي الاحتياجات الفيزيولوجيه، يعني هذوك الاحتياجات اللي ضروري يكونوا عند الانسان قبل ما يفكر في اي حاجه. وغالبا هنا مثلا كنهضروا على الاحتياج ديال الماكله، ديال الشراب، ديال الحمام الدوش باش بنادم يكون نقي، ديال السكنه فين غنسكن، ديال لا ريسبيراسيون ولا التنفس ويكون عندك هواء نقي، ديال انك تكون لابس حوايج، ديال انك تغطى في يامات البرد، ديال انك تحمي راسك في يامات الصهد. دونك هادو هو اول مستوى من الاحتياجات الفيزيولوجيه. ونورمالمون الا كانوا هاد الاحتياجات ما مغطيينش صعيب جدا انك تدوز للمرحله الثانيه. الفئه الثانيه من الاحتياجات ديال الانسان هو احتياج الامان ولا لو بوزوان سيكوريتي، وهذا هو في النظر ديالي من الاحتياجات الاساسيه، باسكو صعيب باش تكون دوز لواحد المستوى واحد اخر ديال الاحتياج ولا تحس بواحد الاحتياج واحد اخر لكن انت ديجا ما كتحسش براسك في الامان في البلاصه اللي انت فيها.
وهنا هذا البزوان ديال الامان بزاف ديال الشركات كيستعملوه باش يستهدفوا المستهلكين ديالهم والزبناء ديالهم. وكنفكر هنا في شركات التامين مثلا دائما كيلعبوا على هذا لو بزوان ديال الامان، وتيفكرك دائما الا طرات لك شي مشكل حنا غنكونوا في جنبك. دونك هذا واحد لارغومون اللي كيستعملوا باش يستهدفوك ولا باش تاخذ القرار ديال انك دير التامين. مثلا شركات ديال لا سيكوريتي او طرافاي، ولا الشركات ديال لانساندي ديال لي برودوي دانساندي، ولا ايغالمون فاش مثلا كتجي تاخذ بيا ديال لافيون ديما كيقول لك واش تاخذ واحد لا سيكوريتي سوبليمونتير، واحد لاسيورونس سوبليمونتير سي جامي مشى لك الباجاج ديالك، سي جامي طرالك شي مشكل مشى عليك لو فول. دونك دائما هاد لو بوزوان دو سيكوريتي بزاف الشركات كيلعبوا عليه. شركات السيارات اوسي كيقول لك ها هما لي زوبسيون اللي غيقدروا يامنوك ويديروها الايرباغ ها هادي. دونك هاد لو بوزوان سيكوريتي ردوا ليه البال، راه بزاف ديال الشركات كيستعملوه باش ياثروا لكم على لا ديسيجن داشا. الفئه الثالثه ديال الاحتياجات هي احتياج الانتماء ولا لو بوزوان دابارتونونس. يعني ان الانسان بالطبيعه ديالو اون فوا كيكون ديجا دار دوك جوج ديال الاحتياجات الاولى تيدوز واحد تيخصو يكون تينتمي لواحد مجموعه من الناس. هاد المجموعه من الناس يقدر يكون المدينه اللي جاي منها، يقدر يكون الطبقه الاجتماعيه اللي كينتمي ليها، تقدر تكون ان كلوب تو سامبلومون ولا شي رياضه ولا ان ستيل فيستيمونتير. وهذا النوع من الاحتياج اللي هو احتياج ديال لابارتونونس ولا ديال الانتماء لواحد المجموعه بزاف الشركات كيلعبوا عليه. هنا غادي نعطيكم واحد 3 ولا 4 لي زيكزامبل كونكري باش تفهموني علاش كنهضر. مثلا سي جو برون لي مارك دو لوكس، دائما في الاستهداف ديالهم للزبناء ديالهم تيحاولوا يبيعوا لهم هذيك الصوره ديال واحد الانتماء ديال واحد الطبقه اللي غالبا كتكون طبقه راقيه. مثلا لا شريتي هاد الساكاما ولا لا شريتي هاد لا مونطر ولا لا شريتي هاد البارفان غادي تولي تنتمي لواحد الطبقه. يعني تيبيع لك واحد الصوره ولا واحد ليماج انك كتنتمي لواحد الجروب بلوتو كو تيبيع لك هذاك لو برودوي ان لوي ميم. لو دوزيام اكزامبل اللي في نفس السياق هو ليكزامبل ديال سي اون برو في العالم ديال لي تيليفون، لا مارك ابل اوسي كتلعب بزاف على هذه القضيه ديال الانتماء. يعني غالبا الناس فاش كيشريو ايفون ولا كيشريو ماك بوك سي بور هذيك لا كوميونيتي باش يحس براسو كينتمي لواحد لا كوميونيتي ديال لي يوتيليزاتور اللي عندهم واحد لو مود دو في، واحد لو مود دو ريفليكسيون كي ديفيرون. ثالث حاجه فكرت فيها اوسي بارابور لو بوزوان دابارتونونس هو مثلا السيارات. بزاف الناس كيشريو سيارات فارهه ولا سيارات زعما في واحد لو سيغتان ستاندين ماشي على ود السياره مي باسكو تيلعبوا على تيدخلوا في واحد لا كوميونيتي ديال لي يوتيليزاتور ديال هذاك النوع ديال السيارات. وهنا ان اكزامبل فريمون تري كونكري هو ديال لو كلوب لامبورغيني فاش كتشري من عندهم اون فواتور كتدخل في واحد لو ساركل تري ليميتي ديال تيكونوا فيه الناس واصلين لواحد المستويات من الرفاهيه ومن الثراء اللي تيكون طالع شويه. دونك تستهدفوهم على ود هذاك القضيه ديال لابارتونونس. دونك الله يخليكم هذا لو بوين د لابارتونونس لي تري امبورطون. راه ماشي حيت شريتي واحد لو برودوي راه غتولي تنتمي اوتوماتيكمون لواحد لا كاتيجوري، با دو تو. هذاك سياسه واستراتيجيه تسويقيه باش كيبيعوا الانسان هذاك السراب. والنوع الرابع من الاحتياجات الانسان هو احتياج الاستيم ولا التقدير. يعني ان الانسان كيحتاج انه يحس بالتقدير ديال الناس اللي دايرين به، كسوا الناس اللي خدامين معاه ولا الناس اللي عنده في العائله ديالو ولا صحابو ايتترا. كيفاش هاد لو بوزوان هذا كتستعملوا الشركات في استهداف المستهلكين ديالها؟ جاوني جوج ديال لي زيكزامبل في راسي دابا وانا كنوجد هاد لا فيديو. لو بروميير مثلا كتشوف الاشهار ديال خميره الحلوى، تشوف هذاك الاشهار ديال خميره الحلوى كتشوف ديما واحد لا مامون ولا واحد لو بابا كيصاوب واحد الحلوى ولا كيصاوب واحد لي غاتو والعائله ديالو فرحانه وكلهم كيضحكوا معاه، كل كيعنقوا ولا كيدير لي ان كالا، فهمتي؟ جوست بور يبين ليه انه قدروا على ود داك المجهود اللي دار. المثال الثاني كنشت واحد الاشهار تيهضر على واحد لا سوليوشن ديال التسيير في الشركات،
وهنا كيبين لك هذاك لو باترون مرتاح وعجبو الحال وكاع لي كوليك ديالو يلو فيليسيتي. وهذا بالنسبه حيت شرا هذاك لو برودوي اللي كيسهل العمل ديال الشركه. دونك هادو جوج ديال لي زيكزامبل كونكري ردوا البال. لو بوزوان ديستيم حتى هو كيقدر يستعملوه الشركات باش يستهدفوه المستهلك ويأثروا له على لا ديسيزيون داشا ديالو. والنوع الخامس من الاحتياجات واللي كيشكل القمه الهرم ديال ماسلو هو احتياج تحقيق الذات. وهنا كنقولوا تحقيق الذات تقدر تكون انك وصلتي لهذاك لوبجيكتيف اللي كنتي داير. مثلا غدير واحد المشروع ديالك وغادي ينجح، يقدر يكون هذيك السيده اللي بغات تشوف وليداتها كيف ما بغات، تقدر تكون هذاك السيد وديك السيده اللي لقات هذيك الخدمه اللي كتلقى فيها راسها وكتحقق فيها دوك لي زوبجيكتيف ديالها. دونك هذا هو اون جينيرال تحقيق الذات. تيكون مترافق مع واحد النيفو ديال الوعي اللي تيكون طالع بزاف. وغالبا عاوتاني حتى هاد بيان سور كما كاع الانواع ديال الاحتياجات حتى هو كاين بعض الشركات اللي كيستعملوه في الاستهداف ديال الزبناء ديالها. وهنا جاني المثال ديال واحد الشركه كنت نشوف واحد الاشهار في فرنسا ديال واحد الاقراص اللي كتعاون الانسان باش ينعس. وتيبين لك في الاشاره ان السيده ولا السيد فاش كيشرب هذاك القرص في الليل وكينعس مزيان، الصباح يلفى دي زيكسبلوا ولا كيحقق واحد الاشياء اللي زعما اكسبسيونيل وتيحس بواحد الفرحه وداك الشيء. دونك لو بوزوان داكومبليسمون حتى هو واحد الاحتياج اللي بزاف الشركات كيستعملوه. دونك لا قلت لكم هذا الشيء غير باش تردوا البال لي ميساج بوبليسيتير ولا هذوك الرسائل ديال التسويق اللي كيأثروا على قرار الشراء ديالكم. وفي النهايه قرارات الشراء راه ما كتكونش عشوائيه، ولكن كتخضع لعده عوامل نفسيه عميقه تتعتمد على احتياجاتنا الاساسيه ورغباتنا العاطفيه والاجتماعيه والسوسيو اقتصاديه. وهاد المره قبل ما تدوز القرار ديال الشراء خذ واحد كلكو سكوند ولا كلكو مينوت على حسب نوع الشراء وفكر شنو هما العوامل النفسيه اللي غادي تخليك تاخذ هذا البرودوي ولا هذا البرودوي، ولا اصلا واش غدير هذيك العمليه الشراء ولا غدير من ناقص. وانتوما واش عمركم ديجا فكرتوا شنو هو السبب الحقيقي فاش يجعلكم تشريو هذا البرودوي ولا هذا البرودوي؟ وبلا ما نوصيكم لا عجبكم لو كونتوني دو لا شين نيزيتي با افير لايك سبسكرايب باش يوصلكم كل جديد. نهاركم مبروك، نشوفكم قريب ان شاء الله.